الكوميديانة اللي انتهت حياتها بمأساة. زي النهاردة 26 مارس بترحل عن عالمنا بطريقة مأساوية الفنانة خفيفة الظل وداد حمدي، أشهر فنانة قامت بدور الخادمة وبنت البلد، اتميزت بخفة دمها وتلقائيتها في الأداء، وحصلها المخرجين في أدوار ثانوية طول مشوارها الفني اللي بلغ 600 فيلم و20 مسرحية. وداد حمدي اتولدت سنة 1924 في محافظة كفر الشيخ. بدأت مسيرتها الفنية مع المخرج فطين عبد الوهاب في فيلم الخمسة جنيه، وبعدها فيلم هذا جناه أبي مع هنري بركات، واللي كان انطلاقتها الحقيقية. أدائها لدور الخادمة اتسبب في إنها تفقد حبها الوحيد، وكان شقيق الفنان فريد شوقي اللي كان بيبادلها نفس الحب، لكن أسرته رفضت على اعتبار إنها معروفة في المجتمع كخدامة. اتجوزت وداد حمدي في حياتها 4 مرات، المرة الأولى من مدير التصوير عبد العزيز فهمي في بداياته، والزوج الثاني هو الموسيقار محمد الموجي، والزيجة الرابعة كانت من الفنان صلاح قبيل، وأنكرها أولاد صلاح قبيل بعد كده. وبعد مشوار فني طويل، وفي سنة 1994 تلقى وداد حمدي مسرحها على ايد الريجستير متى باسيليوس اللي طعنها 35 طعنة بغرض سرقتها بعد تراكم الديون عليه، لكنه ما لقاش في بيتها اكتر من 275 جنيه، وساعتها وكاسيت صغير باعه ب 50 جنيه. قاتل وداد حمدي اعترف وقال انها توسلت له انه يسيبها، لكنه طعنها وفرقت الحياة في 26 مارس سنة 1994. قول لنا اكتر دور فاكره وبتحبه للفنانة وداد حمدي.